معانا قصة شاب. هو مش طالب نصيحة، هو طالب اللي انتوا تفهموا قصته، لانه هو اتغير وطالب من ناس كتير زيه وبيعملوا زيه اللي هما يتغيروا. بيقول انا شاب حاليا عندي 25 سنة، وكان حصل معايا موقف زمان من 9 سنين، كان وقتها عندي 16 سنة، وكنا في العيد، وانا كنت فاشل وصايع ومليش كبير بمعنى الكلمة، وكنت شخص لا يليق بالاسلام ولا ان انا اكون مسلم اصلا. بيقول ايوه انا بتكلم جد. انا كنت بتفق مع اصحابي نخرج في العيد ونتحرش بالبنات وحاجات كتير قوي، بس في العيد دون كان مختلف. خرجت مع 2 من اصحابي برضو علشان نتحرش كالعادة. المهم ركبنا اتوبيس، فانا لمحت بنت حلوة جدا، فدخلت وسط الناس وعاوزة اوصلها باي طريقة وعاوزة المسها، ومصرة على كده. المهم قررت اوصلها فعلا، ومنكرش اني لمستها، بس بمجرد ما لمستها البت اتكهربت وبصت لي حتة بصة انا عمري في حياتي ما هنساها. حسيت ببصة انكسار، بصة واحدة بتدعي عليا وخايفة تنطق عشان شكلها قدام الناس، بس خلتني اكره نفسي. المهم اللي انا شفتها كده، وبعد كده حاولت احسسها ان ايه مش قصدي علشان تخفي دموعها. فكان في ست كبيرة شايفة الموقف كله، فرحت وضحكت وبقول لها ايه يا حاجة، احمد فين ده وحش. ردت قالت في البيت، تعالى يلا لازم تيجي تشوفه. ووقفت فعلا السواق ونزلت، كنت مستغرب أوي وكنت خايف. رحت بعدها، راح منزلها وبعدها قال لها إيه، انا معرفوش اصلا. قالت له ولا انا، بس هقول لك على حاجه، انا كان عندي ولد اسمه احمد ومات، بس انت لو كنت مكان ابني كنت هقوله انت مش قد كلمه حسبي الله ونعم الوكيل، ولازم تفوق لنفسك وبلاش اللي انت فيه ده لان نهايته وحشه. استغربت جدا من كلامها، وكان باين عليها اللي هي مثقفة جدا. المهم مشيت معاها وسألتها انت منين وبتتكلموا بأسلوب حلو قوي. قالت انا أستاذة ومديرة في المدرسة وعندي ولدين، واحد دكتور بشري والتاني صيدلي. وقتها فرحت قوي وفضلت اتكلم معاها، ومن ساعتها الست دي بقت في مكان امي، لان امي توفت وابويا رماني ما بيسألش فيه، وانا مش في دماغه اصلا. وولادها اتعرفت عليهم وبقوا في مكانة اخواتي، وبقوا دول عيلتي. اقدر اقول ان الست دي ربتني من اول وجديد وخلتني انسان تاني. المهم خلصت كلية هندسة واشتغلت وبقيت انسان لي كيان الحمد لله، وابويا بدأ يحبني ويسأل عليا. في يوم من الايام بتاع كل شاب لما والده بيروح يقوله انا عاوز افرح بيك وانت كبرت ويلا تتجوز، وجه والدي وقال لي ادور على عروسة تكون بنت ناس. ما لقيتش قدامي غير امي اللي هي الاستاذة اللي مديرة المدرسة. قلت لها اختاري انت بس بنت تكون زيك، وهزرنا واخواتي فرحوا من اني هتجوز وكده. المهم اخويا الكبير الدكتور البشري قال لي يا اخت واحد صاحبي ناس محترمين تيجي تشوفها، وهي لسه منقبة من 6 شهور. وافقت وقلت له طبعا يلا بينا، وخدت والدي واخواتي الشباب ورحنا، وقال هنقعد معاها لوحدنا ونشوف. وفجأة البنت قعدت وبصت لي، وبعدها انا اتكلمت. لما هي قعدت بقولها ازيك عامله ايه وكده. المهم هي التفتت ليا فجأة وفضلت بصالي. المهم بقولها في ايه مالك، قالت لي مفيش، وفضلت بصالي وعيونها فيها دموع. فكرتنا بنظرة البنت اللي كانت في الأتوبيس، والله ما فرقت خيالي لحظة. المهم فضلت استحلف لها واقول لها في حاجة، انت قاعدة ما بتتكلميش ليه، طب انت مش موافقة عليا؟ ما ردتش. قلت لها انا مرتاح، قالت انا موافقة بس بشرط هتشوفني يوم كاتب الكتاب. استغربت جدا لان من حقي اللي انا اشوفها شرعا، فبقول لها ليه، قالت ده شرطي. المهم لقيت نفسي اللي انا وافقت، وهي مضمونة ومعروفة من اخواتي واكيد شخص محترم، ومش هيفرق معايا اذا كانت طلعت حلوة او وحشة. المهم اللي هي ايه تكون شخص كويس وخلاص. وفعلا تمت الخطوبة، وبعد كده يوم عقد القران وجيت جري اشوفها، عايز اشوف شكل مراتي. لقيتها هي مديانة ظهرها، فبهزر بقول لها ايه، وقعدت تقولي مش هتشوفني غير يوم الفرح. لقيتها التفتت ليا ورفعت النقاب، وطلعت فعلا البنت اللي انا اتحرشت بيها زمان. اتصدمت واستغربت من الموقف. وقتها لقيت دموع غريبة نزلت من عيوني. بقول لها انت وافقتي ليه؟ قالت علشان من يوم ما حصل الموضوع ده دعيت لربنا يهديك
ويرزقني بيك، لأنه كنت بدعي إن ربنا محدش يلمسني إلا جوزي. وقتها جسمي كله فيه رعشة من الفرحة، وما حسيتش نفسي، وحضنتها في وسط أهلها وهم مستغربين ومش عارفين إيه اللي بيحصل واحنا بنعيط ليه. وقتها حسيت ان ربنا سامحنا على اللي انا عملته زمان، وهي حست ان ربنا استجاب لها، وحبها ملا قلبي. ومن ساعتها وانا مبسوط ومرتاح، وحسيت ان انا ربنا سامح. وبنقول من يتقى الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله